أهلا بكم في حديث العرب، وضيف هذا الأسبوع المفكر الإسلامي المعروف الدكتور محمد شحرور. أهلا وسهلا دكتور محمد. أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. دكتور، خلني أبدأ بسؤال عن تقريبا مجمل أعمالك تحت اسم قراءة معاصرة للتنزيل الحكيم. نعم. أنت في الأصل عندك دكتوراه في الهندسة المدنية، والسؤال الطبيعي يعني من يتابع هذا الإنتاج الغزير في مجال بعيد عن تخصصك الأكاديمي، وهو يعني قراءة معاصرة للتنزيل الحكيم كما قلت، لماذا اهتميت بهذا الموضوع؟ ما هي أسبابك؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أتوجه بالشكر أولا إلى قناة نيوز عربية على هذه الدعوة، وأتوجه إلى الأخ سليمان بهذه الدعوة أيضا. وأنا مسرور جدا أن أطلع على المشاهدين وأقول لهم فعلا أنا دكتوراه بالهندسة المدنية، ولكن أمر هام لفت نظري أن هناك أزمة في العقل الجمعي العربي، أزمة العقلانية غير موجودة. وأنا أعلم أن الثقافة الإسلامية بشكل عام والثقافة العربية بشكل خاص هي ثقافة النص، أن الحضارة العربية مرتبطة بالنص. وأنت تقول عقلنة النص المقدس. نعم، القراءة المعاصرة هي عقلنة النص المقدس. ماذا أقصد بالنص المقدس؟ من كلمة مقدس، إن الله هو القدوس. قال تعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فأحيا الميت. روح القدس أحيا الميت. المقدس ليست يعني من القدسية، يعني أنه فوق يعني النقد. المقدس يعني دائم الحياة. دائم الحياة، هذا المقدس، غير المفهوم المتداول إطلاقا. المقدس هو دائم الحياة، والله حي بعث كتابه إلى أحياء، والآن الله حي ونحن أحياء، فكتابه لنا. كان لهم فالآن هو لنا، لأن الله لا يخاطب إلا أحياء، لا يخاطب الأموات. فهناك من تفاعل مع الكتاب ضمن أرضيته المعرفية ومشاكله الاجتماعية والاقتصادية، واجتهد وأخرج شيئا ما. ولكن نحن لنا أرضية معرفية أخرى ومعلومات أخرى ونظرة إلى الحياة أخرى، فيجب أن نبحث عن مصداقية التنزيل الحكيم الآن. أين أن الله صدق في القرن السابع وصدق في القرن العاشر وصدق الآن. نعم. هل من تناقض؟ أين هذه المصداقية؟ هل من تناقض بين النص والعقل؟ أنا أقوم بعقلنة النص المقدس، كلمة هذا، لأنه الآن نحن عصر العقلنة وعصر العقل النقدي، لأنه التراث نحن من التراث ورثنا كل شيء، لكن لم نرث العقل النقدي. تقول نحن حضارة نص. نعم، أي أن حضارتنا مرتبطة بالنص. قال تعالى: ثم أضافوا إليها قال الرسول، ثم أضافوا إليها قال الصحابة. ومن هنا أخذوا مفهوم المقياس، أننا عندنا نسخة أصلية. بعد أن يأخذوا أن هذا الكتاب هو الكتاب الحي، أخذوا نسخة من جيل معين وأرادوا أن ينتجوا نسخة، يكرروا هذه النسخة، حتى أصبحت الثقافة العربية الإسلامية ثقافة تعيد إنتاج نفسها. هي متكررة، تعيد إنتاج نفسها بسياق حديثة، لكن هي المحتوى نفسه ما تغير. أين الحافز الذي حفز الدكتور محمد شحرور للانتقال من تخصصه في الهندسة المدنية إلى تخصص قراءة معاصرة للتنزيل الحكيم؟ لأنه أعلم أنه أزمة العقل العربي أزمة نص، والتنزيل الحكيم هو أساس هذا النص. العقل العربي ارتبط بهذا النص، لا يمكن أن نتقدم ونرمي هذا النص إلى الوراء، لازم أن نتفاعل مع هذا النص. يجب أن نقول، أن نشوف أن الله سبحانه وتعالى حي ونحن أحياء، والله يكلمنا نحن، أي أنني أريد قراءة هذا النص بعيون العصر، لا بعيون القرن العاشر، ولا أريد عيون القرن السابع. هل هي قراءة للنص أم إعادة قراءة النص؟ لا، قراءة النص، القراءة معناتها تفكيك النص. أما هذيك التلاوة، يعني أنا أتلو النص بالصلاة، التلاوة تعني تلاوة، أما القراءة تعني إعادة فهم النص. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى حي. وأنا رأيت، لماذا استمريت؟ رأيت أن الله سبحانه وتعالى أخذ بعين الاعتبار في صياغة وترتيب التنزيل الحكيم، أخذ بعين الاعتبار تغير الزمن. أعطيك مثال. نعم.
التوراة موسى، التوراة نبوة موسى، والكتاب رسالة عيسى. الكتاب في شريعة عيسى 612 بند موجودين ورا بعض وتفصيل، ما في داعي تجتهد أصلا. وتوراة موسى النبوة كمان لوحده، وعندما تقرأه تمل تماما، لأنه جاء، إنه من عند الله لا أقول لا، ولكنه جاء لأناس مستواهم كانوا يعيشوا 4000 سنة من الآن إلى الوراء. ماذا تتصور مستوى الفكري للناس في هذاك الوقت؟ جاء لمستواهم الفكري. وأقول من عند الله لا أقول كلا، ولكن جاء لمستوى فكري معين. في التوراة أن الله خلق في 6 أيام خلق. بالنسبة لشعب اللي إجا التوراة أيام 6 يعني أيام الأسبوع، أكثر من هيك ما عندهم. فالثورة الأوروبية جاءت النهضة احتجاج على فهم التوراة للكون كما فهموها للتوراة، لأنه جاء لهم الآن هذا الكتاب خاتم، وكذلك الإنجيل هذا الكتاب خاتم. فأخذ بعين الاعتبار التطور المعرفي للبشرية، لذا جاءت الآيات البينات في التنزيل الحكيم هي النبوة نفسها، بينما الآيات البينات عند موسى وعيسى لم تكن لا في التوراة ولا في الإنجيل، كانت خارج. أحيا الميت، أبرأ الأكمى، الأعمى الأبصر، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، بينما التوراة مو آيات بينات. نعم. الآيات بينات، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين. طيب دكتور محمد، خليني أنتقل إلى ربطك بين مفهوم أركان الإسلام، مفهوم المتعارف عليه، وبين العنف الديني. ممكن التوضيح لو سمحت؟ عندما نحن الدين الذي وصلنا الآن تمت صياغته في العصر العباسي بكل صراحة تماما، أي في القرنين 8 و9، لأنه في هذا الوقت ظهرت كل المذاهب سنة وشيعة، أبو حنيفة والشافعي وجعفر الصادق وأحمد بن تيمية والبخاري ومسلم، كلهم في ذاك الوقت ظهروا. الإسلام اللي وصل لنا بكل فروعه الأرشيشية السنة والشيعة صيغة في ذاك الوقت، يعني جعفر الصادق عصر أبو حنيفة، وظهر العقل النقدي بالمعتزلة كمان في ذاك الوقت. نعم. فما نتج عن ذاك الوقت أنه العقل النقدي تم ضغطه وفرزه، ووصلنا العقد التراثي الآن السائد الآن. أنا لا أقول المعتزلة كانوا عقل نقدي، أما الآن طروحات المعتزلة لا تفيدنا، لأن نحن تجاوزناهم كثير. نعم، كانت في زمانها كانوا في زمانهم، يعني الآن بيقول له أنا معتزل، بيقول له لا أنا مالي معتزل، لأنه أصلا معتزل نحن تجاوزناهم كثير، يعني العصر تجاوزهم كلهم، الفلسفات المعاصرة تجاوزت كله. ما ورثناه من العصر العباسي المأساة الكبرى أن قتلوا روح الفلسفة، يعني العقل العربي ما في فلسفة نهائيا، الفلسفة يعني شيء سيء، وعلما أن الفلسفة هي أم العلوم، وأن التنزيل الحكيم أجاب على سؤالين الفلسفة الكبرى التي إلى الآن كل أهل الأرض بتجاوب عنها، التنزيل الحكيم جاوب عليهم، مستحيل ما يكون جاوب عليهم. إذن مفهوم أركان الإسلام جاء بهذاك الوقت، جاءنا من العصر العباسي أركان الإسلام. كيف؟ جاءنا أن كون الدولة العباسية كانت أقوى دولة بالعالم، وقعنا في خدعة كبرى، خدعة بني الإسلام على 5. هنا المشكلة، عزلنا أنفسنا عن العالم. هذا تسميها خدعة كبرى؟ نعم. كيف؟ عزلنا، لأن قال بني الإسلام على 5، معناتها بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم برمضان. هدول ما بيقوم فيهم إلا أتباع الرسالة المحمدية. فمعناتها أتباع الرسالة المحمدية الآن 20% من كرة الأرض، يعني 80%. إذا أخذوا الآية إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، نحن منذ الآن بعثنا 80% من سكان الأرض على النار. الآن لسه ما صار بعث ولا شيء، 80% على النار. يعني كأنك تفترض أن 80% بالأصل يعني يفترض أنه من ضمن من يوصفون بالمسلمين. هم صح، المصحف نعم، هي المشكلة عزلتنا أنه نفهم المصحف.
يعني هي صارت عزل انه ثم جابوا الحديث الثاني: تنقسم امتي الى 73 شعبه معظمها كلها في النار الا واحده. حتى امه محمد 73 شعبه وكلها بالنار ما عدا واحده. طلعت الجنه يعني ليش كبيره اصلا؟ يعني لبنان بتكفي، يعني كان اذا لبنان بتكفي، يعني معظم اهل الارض بدهم يروحوا على النار، بينما هو العكس هو الصحيح. اولا معظم اهل الارض مسلمين، ومعظم اهل الارض يروحوا على الجنه. هذا العكس هو الصحيح حتى تماما. من يسمى اليوم بالمسيحي حتى ما واليهودي. يسمى مسيحي ولا يهودي ولا بوذي ولا كونفوشيوسي، حتى ما يسمى الان بقول لك. على أي أساس؟ على أي تعريف؟ هذا تعريف. اولا ما هو تعريف الاسلام؟ افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. الاسلام قال لك من في السماوات والارض، من العاقل؟ يعني اولا العاقل اللي في الارض وكل العقلاء اللي بمجرات ثانيه وكواكب ثانيه. اكيد اذا العقلاء بمجرات ثانيه ما سمعوا بابراهيم وما سمعوا بموسى ولا بعيسى ولا بمحمد عليه الصلاه والسلام، بينما سمعوا بالله. اكيد سمعوا بالله. يعني تصور الاسلام المفهوم الكوني اللي له انه هو لا مفهوم كوني، لانه هو له علاقه فقط وفقط بالله. ما الفرق بين الإيمان والدين؟ الإسلام أنه يقوم على مسلمة واحدة، هي الإيمان بالله الواحد. هذا إسلام. هذا هو الإسلام. أنت تؤمن بالله الواحد، تذكرة الدخول إلى الإسلام. قل إنما يوحى أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. عندما يذكر الله وحده يقول مسلمون، حتى مع فرعون، حتى إذا أدركه الغرق قال أشهد أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. عيسى وموسى ويعقوب وإبراهيم كلهم مسلمين. لا يوجد شيء قبل الإسلام حتى يجب، أصلا ما في شيء قبله. الإيمان يجب ما قبله. الإيمان يجب ما قبله. نعم. تقول لا يمكن أن ندخل في دين الله أفواجا حتى نخرج من دين الآباء أفواجا. طبعاً. ماذا تقصد؟ دين الآباء هو دين الدولة العباسية اللي وصلنا من العصر العباسي. هذا الدين تصور اللي هو سائد الآن. تصور بالدولة العباسية مفهوم الكفر ومفهوم الجهاد ومفهوم القتال، كل هذه مفهوم الردة، كل هذه المفاهيم وضعت في الدولة العباسية وانتقلت إلينا إلى اليوم كما هي. ماذا عن إسلام ما قبل الدولة العباسية؟ الإسلام ما قبل الدولة كان يتشكل. يعني الإسلام نحن نتكلم عن دولة ولا انهي لك بحث. نعم. الإيمان والإسلام في التنزيل الحكيم يوجد إيمانان. الإيمان الأول هو الإيمان بالله وهو رأس الإسلام. الإيمان الثاني الإيمان بمحمد كنبي ورسول وهو رأس الإيمان. ففي الإيمان الأول نحن مسلمون، وفي الإيمان الثاني نحن مؤمنون. هذا الكلام 100% صحيح. هل نقلوه خلال 200 سنة؟ ممكن واحد جرب بكلمة. هي بني الإيمان على خمس. صح. إذا بس قاموا الإسلام. نعم. حطوا الإيمان بنقول بني الإسلام. والآن كل خطباء العالم بالمساجد بآخر الخطبة يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نفسي اسأل الخطيب ماذا تقصد؟ أنت قلت المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. المسلمين هم أتباع رب العالمين، والمؤمنين بالإضافة أنه أتباع رب العالمين هم أتباع محمد. يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. كل رسول المؤمنين به يسمى مؤمن، حتى لوط كل رسول يسمى المؤمنين به بالإضافة إلى مسلمين أنهم هن مؤمنين. ولكن عندما سمى أتباع موسى اليهود الذين هادوا، أتباع عيسى النصارى، فسمى أتباع محمد المؤمنون لسبب. نعم. إيمانين. قال لك بالضبط شو وينهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هي الإيمان الأول. وآمنوا بما نزل على محمد، هي الإيمان صار. إيمان أول بالله وعمل الصالح، الإيمان الثاني بمحمد كفر عنهم سيئاتهم. لذا الإيمان برسول الله يجب ما قبله، يكفر السيئات. أيوة، يكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هي الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، الكفل الأول على الإيمان الأول والكفل الثاني على الإيمان الثاني. 3 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. التقوى الأولى والإيمان الأول، الإيمان بالله وتقوى الإسلام، في تقوى الإسلام، ثم الإيمان الثاني بمحمد، ثم والتقى تقوى الإيمان، في تقويتين. التقوى الثالثة تقوى الإحسان، ثم اتقوا وأحسنوا. أن تجمع تقوى الإيمان مع تقوى الإسلام فهي تقوى الإحسان. هل من حرية دينية في الإسلام؟ وأنا أسألك هذا السؤال، خليني أكمل لك سؤالي لو سمحت، لأنه أنا قرأت لك في هذا المجال، بس واحد ممكن يسألك ماذا تقول عن تكفير المرتد بل قتل المرتد؟ أولا بدنا نشوف فعل كفرة، يعني هي كلمة كافر وفلان كفير فلان لازم تكون واضحة عند الناس. يعني كفرة كيف استعملوها في التراث، وكفرة كيف وردت في التنزيل الحكيم. شو معنى كفرة؟ اعلموا إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. من هون إجا الكفار، يعني أنت مزارع حفرت الأرض حطيت بذرة مشمش، تعرف إنه هي بذرة مشمش وغرطيتها طمرتها. الكافر أنا قلت رأيي، أنت أعلنت أنك ضدها، لا توافق، أعلنت، فأنت كافر بهذا الرأي. هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إنه أنت حطيت إيدك على كلمة وأغلقت فمي، يعني حطيتني بالسجن. شو يعني حطيت بالسجن؟ أنت كافر فيه، حطيت حجاب إنه أنا أحكي مع الناس والناس تسمعني، فأنت كافر برأيي. يعني الحالة الثالثة، الحالة الأولى استعملوها مع رسول الله، والحالة الثانية إنه حبسوه بالشعب، حبسوه ما يقدر يطلع ولا يفوت. أول شيء وقفوا ضده بالحكي، بعدين حطوه بالحبس، بعدين قاتلوه. لواحد ثلاثة هي القتال، هي الكفر. فمعناتها الكافر لا يخفي نفسه. مثلا لقد كفر الذين قالوا. ليش قال كفر؟ لأنه قالوا، يعني أعلنوا. نعم. أما واحد ما قال ولو مؤمن بشيء بس ما قال، أنت ما لك علاقة. الكفر معناتها ما في كافر مخفي، والكافر إما يعلن أو المرحلة الثانية يمنع، المرحلة الثالثة يستعمل العنف. ولا يمكن أن تكون هناك حرب، لا يمكن أن تكون حرب إلا بين كفار، ولكن تقول كفار بماذا؟ يعني إيه كافر ما بدك تقول معنا. فمعناتها الحرب العالمية الثانية بين كفار، لأن كل واحد كان كافر بالآخر في شيء، وصلوا للحرب. معركة الجمل بين كفار، كل واحد كان كافر بحق الآخر بالسلطة، وليس بمفهومها المتداول. كل واحد كان كافر بحق الآخر بالسلطة. صح. ولم يكفر بمحمد أو بالرسالة. حتى بسلطة الكافرون. شو يعني سلطة الكافرون؟ قل يا أيها الكافرون، يعني اللي وقفوا ضده. لا أعبد ما تعبدون. العبادة من عبد في الطاعة والمعصية، العبادة من أفعال الأضداد، يعني يطيع ويعصي. نعم. العبادة بمعنى العصيان، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني أول الكافرين به الرافضين له. أي مناطق. وإياك نعبد وإياك نستعين مناطق نطيعك. مناطق عبد هي الطاعة والمعصية، مو بالإكراه، بالطوع. يعني أنا عبد الله، مناطق أنا حر، هذا معناتها عبد الله. نعم. فمناطق هون بالنسبة لصورة الكافرون، كل واحد كان كافر بطرح الآخر. النبي كان كافر بطرحه، وإن كانوا كافرين بطرحه، لا سبب سماها سورة الكافرون. نعم. أنت تميز بين الردة العقائدية والردة السياسية، أظنها في السياق هذا الحديث. الردة السياسية، أنا اثنين حاربوا، صار عنده الردة السياسية وحاربوا، اثنين كانوا على حق. أبو بكر الصديق وأبراهام لينكولن، حتى تكون أمور واضحة. أبراهام لينكولن شو سوى؟ صار حرب أهلية. حافظ على إيش؟ حافظ على وحدة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وهو من رؤساء أمريكا المشهورين جدا. نعم. في أمريكا. هو كان الردة السياسية إنه أبو بكر الصديق صار عنده ردة سياسية، لأنه بكتب التاريخ كلها
وقت حروب الردة ما في حدا قال انه شخص ارتد، الا بيقول لك القبيله الفلانيه ارتدت قبيله كذا وكذا وكذا، ارتدت قبيله كذا وكذا، ما بيذكروا شخص، يعني مجموعه ارتدت على الدوله المركزيه. هذا موقف سياسي. هذا موقف سياسي، ولسبب ابو بكر الصديق حافظ على وحده الدوله. ماذا عن العقائديه، الردة العقائديه؟ في ناس ارتدوا عن النبي، كانوا بالمدينه ورجعوا لمكه ما عاد بدهم، النبي وقت فتح مكه اصلا ما سال عنه، ما سال عنه اصلا. انت عارف. طيب انا عندي الفاصل، مضطر ان اوقف قليلا، ساعود واكمل معك هذه الفكره بعد هذا الفاصل، ابقوا معي. إذا نستمر في هذا الحوار مع المفكر الإسلامي الدكتور محمد شحرور. دكتور، قاطعتك قبل الفاصل كان حديثنا عن الردة والفرق بين الردة السياسية والردة العقائدية. أنت تتحدث الآن عن تطور التشريع. نعم. عندما جاءت شريعة موسى جاءت رحمة لما قبلها، اللي هي حمورابي. نعم. اللي فيها 32 عقوبة إعدام، بشريعة موسى 18، بس الآن غير مقبولة لنا. أمر واضح. كانت مقبولة وقتها ربما، رحمة، مو مقبولة، رحمة كانت للي قبلها. نعم. لأنه بالنسبة أنت خففت العقوبات من 32 عقوبة إعدام ل 18، طبعا رحمة. طيب ما هي الفكرة اللي تريد أن تصل لها؟ الفكرة أنه التشريع الإنساني يسير نحو الرحمة مو نحو الشدة. بشريعة سيدي رسول الله الخاتم في عقوبة إعدام واحدة بس، قتل النفس بالنفس بس، وهي حد أعلى فقط. وقد يكون قد تصل الإعدام في حالة البغي بغير الحق باستعمال العنف. البغي بغير الحق باستعمال العنف. لكن المتاح اليوم أنه كل شيء يعني إعدام وقتل يعني. نعم. شريعة موسى، بشريعة موسى عقوبة عقوق الوالدين الإعدام. نعم. وحصل هذا مع. لا، أنا أتحدث عن اليوم في العالم الإسلامي، هؤلاء المتطرفين يواجه دائما بالتكفير وبعقوبة القتل أو بيهدد شو بالقتل. اجت برسالة المحمدية، شو اجى أنه صارت عامة لكل الأرض، شو خصاصة؟ هلا عقوبة التعدي على حرمة الإله والردة بالشريعة موسى إعدام. عنا يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني يروحوا بحالهم. حتى شتم الإله بيقول لك إن بيحط الحق علينا، إنه إذا حدا شتم الإله الحق عليكم أنتم نرفزتوا، ولا تسبوا الذين كفروا ويسبوا الله عدوا بغير علم. فالرحمة من هون، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. نحن كل الشدة الموجودة في شريعتنا من شريعة موسى، كل الشدة موجودة في شريعتنا موجودة في شريعة موسى. بشريعة موسى الزنا، الرجم، اللواط، القتل، إذا ضاجع رجل رجلا مضاجعة امرأة فيقتلا كلاهما ودمهما عليهما، الزنا أعدام، يعني كلها. أليست هذه أيضا في الشريعة الإسلامية؟ لا، قلت لك شريعة موسى فيها عنف. يعني كيف جاءت للإسلام؟ لأنه أكثر ناس أثروا علينا هن اليهود، يعني لأنه العرب كانوا. يعني تقصد هذه بعد محمد يعني، وليست بعد محمد. نعم. ونسموها له. نعم، أريد توضيح هذا الفكرة. يعني لماذا العنف؟ لأنه بالتنزيل الحكيم ما في عنف، قتل ما في. إذا من خارج التنزيل الحكيم بتستعمل أهداف سياسية، مثلا المعلوم من الدين من الضرورة، كل واحد أنكر معلوم من الدين من الضرورة مرتد يعني يعدم. هي احنا حطت بالعصر العباسي بسبب كل حط المعلوم من الدين بالضروره بيطلعوا 10 واكثر. انه واحد انكر الصلاه يعدم، يستتاب ما تاب يعدم، هذا مرتد. يعني تعريف المرتد اصلا. بينما علنا اذا واحد غير ملته من مله لمله اخرى حسابه على الله. قال تعالى: ان الذين امنوا، يعني اتباع محمد، نعم، والذين هادوا اتباع موسى، والصابئين. عرفت شو الصابئين؟
كل أهل الأرض ما عدا موسى وعيسى ومحمد، هذول الصابئين، والنصارى والمجوس والذين أشركوا. الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. أنتم شو دخلكم؟ هذا ما له علاقة بالإنسان، هذا موضوع إلهي. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء، يعني الله شايفهم وبيعرف، هو اللي بيفصل. بس لاحظ، حط الملل كلها. نعم. لاحظ شغلة مهمة كتير، ما في المسلمين، ما في إن الذين أسلموا. 2، ما في منافقين، ما قال منافقين. 3، ما قال كافرين. 4، ما قال مجرمين. ليش؟ لأن المسلمين موجودين فيهم كلهم، والمنافقين موجودين فيهم كلهم، والكافرين موجودين فيهم كلهم، والمجرمين موجودين فيهم كلهم. دكتور، قلت لي في حوار سابق بيني وبينك، وأرجو أن تأذن لي بأن يعني أبدي هذا أو أناقشك في هذه الفكرة. قلت أن معظم أهل الأرض سيذهبون إلى الجنة، وقلت لي حرفيا: أريد تخليص الناس من عقدة الذنب. ماذا تقصد ولماذا يعني هذا الحرص؟ تصور أحد أسباب الذهاب إلى المؤسسات اللي بيروحوا وبيحطوا تفجيرات بينحروا حالهم، هو هذا السبب، أحد الأسباب هو عقدة الذنب. عقدة الذنب. نعم. إنه لقد ورثنا بالعصر العباسي، بقول العصر العباسي، ورثنا إلها مزاجيا يكره الآخرين، يكره المرأة بالذات، ويعلق النساء من أزدائهن ومن شعورهن، ويكره الموسيقى، ويكره الفن، ويكره النحت، ويكره الرسم. وإذا الإنسان سمع موسيقى يصب في أذنيه الرصاص المصفور. هذا الإله الذي ورثناه صعب إرضاؤه، ويعد على الناس عثراتهم. إيه طبعا الواحد بده يروح يفجر حاله مشان يرضي. هذه كلها نتائج تسييس الدين ربما. هي نتائج تقديم الإله بهالشكل. لا، أنا أقصد تسييس الدين في العصر العباسي. هون عصر الدين انه نروح لك بالعصر هذا العباسي شو ليش ظهر مفهوم الكفار، ومفهوم كيف ربطوا الكفار والجهاد مع بعض بالعصر العباسي، ارتبطوا وكانوا منطقيين. بس كانوا منطقيين. بس لكمل على الجنة. تفضل. رب العالمين قال: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين. بالمناسبة الجنة وقت البعث رح نشوف الأرض والسماء: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. عرضها يعني مو طولها، مو عكس الطول، عرضها يعني العرض اكزيبيشن. تعرض الجنة كما تعرض الآن السماوات والأرض. لسبب خلق يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وقال لك والحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. يعني الآن سكان الأرض كم مليار؟ 7 مليار. نعم. عايشين بالأرض. مساحة السجون بالأرض بالنسبة لمساحة الأرض قديش؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية مساحتها 9 ملايين كيلومتر مربع، مساحة السجون بالولايات المتحدة الأمريكية شو بتطلع بالنسبة لمساحة أمريكا؟ ولا شيء. نعم. صغيرة جدا. نعم. أنا أستطيع أن أقول ملئت السجون بأمريكا، ممكن أن أقول، بس ما بقول ملئت أمريكا. ملئت السجون بأمريكا. تتحدث عن جهنم. عم بحطها جهنم. فالجنة كبيرة جدا، الأرض، وسكان الجنة هم سكان الأرض، وسكان وجهنم هي سجن الآخرة. يعني أنتم تصوروا أنه الله يكون أعدل من الناس الآن. يعني الآن نسبة اللي قاعدين بالسجون بالنسبة لسكان الأرض ما بيطلعوا 1 من مليون. يعني بدكم إياها معكوسة، يعني يطلعوا سكان الجنة 1 من مليون والباقي على النار. يعني الناس أرحم. لا سبب جهنم تشتكي إلى الله قلة النزلاء. يوم نقول جهنم هل امتلأت فتقول هم مزيد، لأن جهنم محدودة ولا يملأ إلا المحدود. أنا أقول ملأت الخزان، ولكن لا أقول ملأت المحيط الأطلسي. نعم. لا أقول. ولا سبب لازم يعرفوا الناس كلها أنه معظم أهل الأرض يروحوا على الجنة. نعم. وجهنم هي سجن الآخرة، والسعير وسقر، وهذا عبارة عن هذا
عنابر في جهنم، عنابر يعني في جهنم، عنابر في جهنم على هو نوع الجريمة. والله أنا أعتقد الوعاظ اللي دائما يعني يسارعوا للتكفير وكذا يعني أنت تقض مضاجعهم بهذا الكلام. أنا أقول للناس رحمة الله واسعة والجنة كتير كبيرة والنار تشتكي إلى الله قلة النزلاء، والله بيقول لها هل امتلأت يسوع المزيد، يعني هي صغيرة وما عندها. دكتور محمد شحرور تقول: إذا رأيت عدد المصلين في صلاة الصبح كعدد المصلين في صلاة الجمعة فهناك إكراه. نعم، لأنه هذا مستحيل إلا بالإكراه فقط. يعني إذا رحت على بلد، والعكس كمان نفس الشيء، إذا رحت على بلد ما فيها ولا مسجد ولا كنيسة ولا جامع ولا أي شيء، عرف إنه هذا فيه إكراه. كمان نفس الشيء، يعني إذا لقيت بلد ما حدا عم يصلي ولا واحد، عرف إنه في إكراه. وإذا رحت على بلد لقيت هلا عم يصلوا الصبح قد هلا عم يصلوا الجمعة، عرف إنه في إكراه، ما عدا المسجد الحرام. نعم، لأن الناس تقصد. نعم، الإكراه ليس من الدين. انتبه، لا إكراه في الدين، كثير نعرف. لا النافية، مناهية نافية. أنا عندما أقول لك لا ماء في البيت لم أقل لك اشرب ولم أقل لك لا تشرب، أقول لك جنس الماء غير موجود. فجنس الدين، جنس الإكراه أصلا بالدين مو موجود. الدولة تملك أداة الإكراه، الدين لا يملك أداة الإكراه. بيشتغلوا بعقلين منفصلين تماما، لأنه الدولة إذا ما ملكت أداة الإكراه هي مو دولة، والدين إذا ملك أداة الإكراه مو دين. فمعناتها الشرعية الإكراه، شرعية السلطة لا تؤخذ من الدين. حتى سيدي رسول الله شرعية السلطة أخذها من الناس، ما أخذها من الله. الله سبحانه وتعالى عين داود ملك وطالوت عينه، بس الله ما عين النبي ملك. الله ما عينه، النبي أخذ سلطة من الناس. نعم، كثير مهمة هي، إنه هي المجتمع المدني. قلت ما يسمى بالصحوة الإسلامية حيلة كبرى، فبدلا من الصحوة الأخلاقية ظفرنا بثقافة لا يعول عليها تعج بالنفاق والخيانة. وبقدر ما يمعن الناس في التركيز على صلاتهم وشعائرهم وتستمر النساء في ارتداء الحجاب، سوف نشهد المزيد من التفسخ في النظام والأخلاقيات العامة. ألا تشعر بأن هنا شيء من المبالغة دكتور محمد بأمانة؟ لا تأكيد، لأنه نحن من بني الإسلام على خمس صرنا أكدنا على الشعائر. أجيب لك شغلة حدثت في دمشق برمضان. إجا واحد على دائر دولة برمضان، إجا واحد بده أعمال أعطاه 500 ليرة، شرق رشوة للموظف. الموظف أخذ 500 ليرة، أعطاه شوكولاتة الموظف، شكرا أنا صايم. بس هي حدثت. نعم، هذا الجواب. أخذ رشوة وقال له أنا صايم، ما بدي شوكولاتة. يعني وتركزوا على الحجاب وعلى الصلوات. ليش؟ لأنه إلى هذا اليوم لا بعد الاستقلال بالقرن العشرين، نعم، لا اليساريين ولا القوميين ولا الإسلاميين قدموا نظرية معاصرة في الدولة. ما قدموا. ليش؟ لأنه العقل العربي يصير يساري ولا يميني؟ عقل قياسي. من هون أخذنا القياس، إنه كل شيء بدك تقيسه. العقل القياسي يحتاج إلى نسخة أصلية، بلا نسخة أصلية ما بيشتغل. اليسار أخذ النسخة الأصلية للاتحاد السوفيتي وغطوا مفهوم التعددية، إنه هدول دول استعمارية أو دول إمبريالية أو دول كافرة. صحيح؟ نعم، يعني حطوا التعددية إما كفر أو استعمار أو إمبريالية. بينما العقيدة الإسلامية تقول، العقيدة الإسلامية التوحيد تقول أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد، والصمد يعني لا يتغير. الصمد يعني لا يتغير. كل شيء إلا الله متعدد متغير. حتى الإسلام له ملل، يعني النصارى واليهود وكذا، هي ملل تبع الإسلام. بس الإسلام لأنه مرتبط بالله دين واحد، لأنه مرتبط بمين؟ وبالكون كله. طبعا أنت اليوم نسميهم أديان وأنت تسميهم ملل. هؤلاء هل يقبلون بمثل هذه النظرية؟ اللي يرضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، مو من عندي أنا جبتها.
ما يعني هذا المفهوم الملة عندنا. هي ما الملة معناها نعم. يسعوا الناس، ما هي الملة التي يتكرر عند بيساووا كل يوم او كل اسبوع على طول خلال السنين. شو هو؟ لا تعني فكرهم، لا حتى قناعاتهم. تتبعهم، يعني تروح على الكنيسة. الملة هي لأعطيك مثال شو معنات الإيمان وليش سماه ملة، والنصارى ملة، بينما الإسلام في شيء مشترك بيناتهم. نعم. كلهم هي القيم الإنسانية. هي مو ملة، هي فطرة. أنا جيت لعند رئيس الجمهورية، قال لي رئيس الجمهورية تعال عندي الصباح، رجعت قال لي تعال عندي الظهر، رجعت قال لي تعال عندي العصر، قال لي تعال عندي المساء، قال لي تعال عندي العشاء. 5 مرات يروح ويجي. الملكة بقول له لك مللني. ولهسبب رب العالمين قال له أنا كلفتكم في 5 أوقات بس ما بتملوا. انتبهوا، لهالسبب من هون اجى يعني اي شيء غير الله كلفك بهالشغلات بتمل. ومن هنا جاءت فكرة الملة. من هون جاءت الملة. فمعناتها الملة هي ضد الفطرة. الله ما فطر الناس تروح 5 مرات تصلي 5 مرات، والله ما فطر الناس تقعد بلا اكل في رمضان، ولكن الله فطر الناس على الصدق. لأن فطرة الله التي فطر الناس هي القيم الإنسانية اللي رب العالمين أعطاها للناس بعد ما طلعوا من المملكة الحيوانية، كانوا بشر فتأنسنوا فأعطاهم القيم. هذه القيم لكل إنسان. يعني أنا كمسلم ولائي للإنسان، أنا كمسلم ولائي للقيم الإنسانية، الصدق والوفاء بالكيل الميزاني وبر الوالدين وعدم قتل النفس، هذا ولائي له، هذه أخلاق، هذا ولائي الإسلامي. نعم. ولكن ماذا تقول عن غياب الأخلاق في ما يسمى اليوم بالعالم الإسلامي؟ لأنه ركزوا على أركان الإسلام سوا أركان الإيمان سوا أركان الإسلام. علما قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. تقوى الإسلام ما في أنصاف حلول بتقوى الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في تقوى الإيمان لأنه تكليف، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقول التاريخ تحول إلى دين. طبعا لأنه دين، تاريخنا دين صار. طبعا شو سوى فلان وشو سوى، شو قال فلان وإجا فلان وفتح فلان وإلى آخره. ليش الكفار؟ لأعطيك مثال، الدولة العباسية كانت على طول في حالة حرب. طبعا اللي عم تحاربهم كفار، هي بالنسبة لهم كمان كفار. فبيقول لك تعال مثلا الدولة البيزنطية في حرب بينه وبين العباسيين، طبعا بيقول لك دار الكفار. هن وقت قالوا دار الكفار صح، لأنه عم تحاربوا على طول. نعم. بعدين وقت اجوا الصليبيين صار حرب بيناتنا الكفار. صار الاستعمار، صار في حرب الاستعمار. بهذه الحالة بس نحن جبناها أعممناها. إنه واحد قال لك هي ما بدي، أنا بدي، ما بقبل بهالشيء، أنا ما تحولت إلى دين. تحولت إلى دين. نعم. طيب اسمح لي بهذاك الوقت نعم. مفهوم جهاد الدفع وجهاد الطلب نحط. طيب خلني أقاطعك لأن عندي الفاصل الأخير، فاصل وأعود لأكمل هذا الحوار مع الدكتور محمد شحرور. ابقوا معي. إذا نكمل هذا الحوار مع المفكر الإسلامي الدكتور محمد شحرور. دكتور، امتداد لحوارنا ما قبل الفاصل، من أين جاءت فكرة الولاء والبراء وكيف تقرأها؟ في أي سياق تقرأها؟ يعني هي فكرة الولاء والبراء ظهرت وقت أخذت معنى سياسي. الولاء والبراء بالمعنى السياسي هي الولاء للشعب والوطن، هذا المعنى السياسي فقط. لأنه بدنا نميز بين مفهوم الإسلام، مفهوم الولاء للأمة، نعم. مفهوم للولاء للقومية، ومفهوم الولاء للشعب.
ولكن هناك قبل في ولاء للإنسانية، هذا قبل أي ولاء ثاني هو الولاء الإنساني. أنه أنا كمسلم بؤمن بالصراط المستقيم اللي الله هداني له. الصراط المستقيم هو القيم الإنسانية وهو الأركان الرئيسية للإسلام. أنا ولائي للإنسان إنه ما بقتل، ما بفسق، ما بشهد زور، ما بعق الوالدين. هي كل هالولاءات هي ولاءات إنسانية. أنا بحسن لليتيم إن كان ابن بوذي ولا ابن ياباني ولا ابن صيني ولا ابن، ما بتفرق معي. هذا ولاء للقيم الإنسانية، هذا ولاء عام. نعم. ما له وطن ولا له ملة. طيب، امتداد لهذا خلني أقرأ لك هذا النص. تقول: علينا التعامل مع الرسالة وكأن الرسول الأعظم توفي أمس وترك لنا كتاب الله كاملا غير منقوص نقرأه وفق الأرضية المعرفية نعم. التي نحن عليها اليوم، إضافة لعلمنا كيف أقام الصلاة وأدى الزكاة حيث لم ينقطع المؤمنون يوما عنهما. صح. قال تعالى آية محكمة: وأن الصلاة والزكاة فرائض. بسورة النور كلها فرائض. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هون قال لك طاعة مرة واحدة اجت للرسول لوحده بهي، يعني آلية تفصيل الصلاة والزكاة إذا قال تفصيلها بتاخذوها من الرسول، قاموا هن عمموها. هي المشكلة كمان عمموها. الله ما عممها، قال لك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الرسول علمنا اياها ووصلتنا بالتواتر، ما لها علاقه يعني كتب الحديث ما هي علمتنا الصلاه، كنا متعلمين وقاصين. فالكتاب من الله. يعني انا بسال دائما المصحف من اوله لاخره، خلينا نقول يعني لله المثل الاعلى، تاليف مين؟ تاليف الله ولا تاليف محمد؟ اذا تاليف الله خلينا نعرف هذا الكتاب اجى لقوم الرسول بالقرن السابع ولا لهم وقلنا؟ إذا قالوا وقلنا. إذا لأعطيكم مثال واضح. رب العالمين بيعرف الرياضيات كمال المعرفة، أعطانا آية المواريث، هذه هي كلها رياضيات وحساب كلها. طيب وقت النبي كانوا ما بيعرفوا هي العمليات الحسابية الأربعة، ما بيعرفوا غيرها. هلا نحن بنعرف هندسة تحليلية وتحليل رياضي وكذا وإلى آخره، بس الله بيعرف. طيب والكتاب لهم وقلنا. طيب إذا كان أنا أخذت آية المواريث ودرستها ضمن علوم الرياضيات الحديثة، طلع معي علم مواريث آخر، طلع معي أنا غلطان. أنا بتقولوا لي غلطان لو كان محمد هو المؤلف، أو بتقول لي هذا التنزيل هو رسول بس لقومه، مو لنا. بقول لك كمان أوكي خطو. أما هيك بدي أقرأ، أنا بدي أقرأ وبدي أستعمله. فأنا فرضت، وهذا أول ما بديت بالمصحف، افترضت أن الرسول توفي البارحة وترك هذا الكتاب. هذا الكتاب من حي لأحياء، نحن أحياء ونحن. أريد أن أقول للناس كتاب الله لا تخافوا منه ولا تخافوا عليه، الله لا يهزم، اقرأوه بعيونكم لا تقرأوه بعيون الآخرين. أحسنت. بس خلني أنهي هذا الحوار بسؤال عن داعش، لأنه حدث اليوم وحديث اليوم. تقول مقال بعنوان ظهور داعش رب ضارة نافعة، آن الأوان لرفع الغطاء عن الإسلام الموروث. قلت إن ظهور داعش يفسح المجال أمام المسلمين للبحث عن دينهم عبر تحطيم هذا القالب الذي لا يمس. هذا القالب هو الإسلام العصر العباسي، هذا اللي عم تطبقه داعش. بس أنت تلقي اللوم كله على عصر العباسي، لأنه تم صياغة. يعني لأعطيك ليش أمر. هلا أنت بتاخذ الفقهاء الأربعة وجعفر الصادق بالعصر العباسي، المعتزلة بالعصر العباسي، الفارابي وابن سينا وكل الفلاسفة بالعصر العباسي. كل هالأمور صيغت بالعصر العباسي، وإجا الغزالي ختمها، منع الفلسفة عن الناس كلها، قالوا ما عاد في فلسفة. غزالي بالقرن العاشر. يعني كل شيء ازدهار وصلنا من العصر العباسي، وكل شيء جمد بالعصر العباسي. يعني لاعطيك مثال، لهلا نحن نتباهى ابن سينا والفارابي والكندي وابن رشد انه هدول اساس الحضاره العربيه. يا سيدي كل هؤلاء اللي نحن نتباهى فيهم كفروا. هل تعلم انه كفروا؟ نعم. اللي نحن نتباهى فيهم ما كفروا وطردوا من بلدانهم. يعني نعم. يعني العقل النقدي منع
هذا ليش استمر لليوم؟ نقدي منع عن إذا الناس. باختصار شديد دعوتك اليوم لإعادة تفعيل أنا في دعوتي قراءة اليوم النص. إعادة قراءة التنزيل الحكيم بعقلانية، وأقول للناس إن التاريخ الإنساني من طوكيو بدور الأرض كلها لطوكيو، التاريخ الإنساني ككل هو صاحب الحق في إظهار مصداقية التنزيل الحكيم، هو صاحب الحق، مو ابن كثير صاحب الحق، التاريخ الإنساني هو صاحب الحق. جميل. دكتور محمد شحرور المفكر الإسلامي المعروف، شكرا جزيلا لحضورك لاستوديو حديث العرب. كما أشكر مشاهدينا على متابعة هذا الحوار. أذكركم بأننا سنجمع كل الأسئلة والتعليقات على هذه الحلقة تحديدا ونبعثها لضيفنا الكريم الدكتور محمد شحرور في حلقة إضافية على اليوتيوب للتعليق والرد على أي أسئلة إضافية. إلى اللقاء، شكرا جزيلا.